مصر قالت كلمتها خلاص، لا لتهجير الفلسطينيين. كنا مستغربين قوي امريكا. اللي جاي اقوله لك النهارده ان ده مش جديد عليهم خالص، ودي مش اول مره بالنسبه لهم. دول عملوا كده في الهنود الحمر، جردوهم من وطنهم وثقافتهم وعاداتهم وحتى ريشتهم. عايز تعرف لو مصر كانت وافقت على تهجير الفلسطينيين كان حصل ايه؟ طب تعالى وانا اقول. الهنود الحمر اطيب خلق الله واكثرهم سلميه يمكن في تاريخ العالم كله. ازاي واجهوا بشاعه امريكا والتطهير العرقي اللي حصل معاهم؟ الهنود الحمر هم السكان الاصليين لامريكا. يبقى مين بقى اللي هاجر هجره غير شرعيه واخد خيرهم وخير بلادهم؟ الهنود الحمر كانوا حوالي 90 مليون بني ادم، لكن دايما الاعلام الامريكي كان بيصدر لنا ان هم همج وغدر وعشوائيين وعلى راسهم جيش. قدروا يدمروهم ويقطعوا كمان نسلهم ويخفوا هويتهم ويحددوا اقامتهم. ده ايه السجع الجامد ده؟ وهنرجع من الاول خالص من ايام كريستوفر كولومبوس لما بعتوا ملك اسبانيا في رحله بحريه لساحل الهند. واول ما كريستوفر وصل امريكا لقى الناس هناك محدش بيعمل له كده، فقال لك ايه ده، دي مش الهند دي ولا ايه؟ شكلنا تهنا. لقى الناس هناك بيدهنوا وشهم بالحنه الحمراء، فسماهم الهنود الحمر. لان الهنود الحمر كانوا عايشين في امريكا من الاف السنين، وليهم حضاره وقوانين وتقاليد زي اي حضاره عظيمه في العالم. حضارتهم كانت بسيطه جدا، قايمه على الزراعه من نهر المسيسيبي والصيد بالعصي. وبرضه عشان نبقى واضحين ان القبائل بتاعه الهنود الحمر ما كانتش عايشه في سلام دائم، كانت في حروب بسيطه بين القبائل وبعض، لكن رؤساء القبائل كانوا بيقدروا يسيطروا بشكل او اخر على الحروب دي، والدنيا كانت بتتلم. زي ما بنقول كده عندنا بيعملوا لهم قعده عرب، بس دي كانت قعده هنود. كانت حضارتهم معتمده جدا على الاختلاط بالطبيعه، مديتيشن اورجانيك، لدرجه ان هم سموا نفسهم باسماء مرتبطه بالطبيعه. يعني هتلاقي واحد مثلا اسمه البركان الاحمر، او السحابه البيضاء، او الفيل الازرق. لا، الفيل الازرق دي من عندي. من الاخر كده شكلهم اختلطوا جامد بالطبيعه. وكان اكتر صفه بتميزهم هي الصدق. ده كان عندهم كمان قوانين لحقوق المراه، وعلى لسان كريستوفر نفسه ان هم اطيب خلق الله، وان طيبتهم دي توصل للسذاجه. وكانوا مؤمنين باسطوره عندهم ان في الهه هتوصل على الساحل في مركب كبير قوي علشان تخلصهم من الارواح الشريره. المديتيشن كان دماغهم، وعلى مدار قرون قعدوا يجمعوا في الذهب علشان يحطوا القربان للمركب الكبيره دي. وفعلا لما وصل كريستوفر ملوا له المركب بالذهب، فتحوا عيونه على خير بلدهم. يجري كريستوفر على ملك اسبانيا ويقول له على الكنز اللي لقاه هناك. ايش ذهب ومناجم واراضي زراعيه، دي الجنه يا راجل. وكريستوفر والله ما قصر معاهم بعد الكرم اللي شافوا منهم، لكنه رجع لهم راح حرق اراضيهم وسمم ابارهم علشان يتخلص منهم باسرع ما يمكن. خطه في منتهى الذكاء. الاسبان وقتها كان معاهم اسلحه متطوره جدا، بنادق ومسدسات، والهنود الحمر ما حيلتهمش الا العصايه. وطبعا الحرب كده ما كانتش متكافئه على الاطلاق. راح رؤساء قبائل الهنود الحمر عملوا اتفاقيه صلح مع كريستوفر، قال عشان يأمنوا شرهم. بس قالوا في سرهم كفايه حرب بقى، مش لاحقين نعمل مديتيشن. وكانت الاتفاقيه مجحفه جدا للهنود الحمر. الاتفاقيه كانت من نصوصها ان الهنود الحمر يسيبوا الاراضي الزراعيه الصالحه للزراعه دي، وكمان الاراضي اللي فيها مناجم الذهب ده كمان هياخدوا منهم اسرى يشغلوهم مع عبيد علشان يستخرجوا الذهب من المناجم. اصل البيض ملهمش تقال قوي كده على الشعب. وبالرغم من كل ده وافقوا الهنود الحمر على الاتفاقيه، وكانت مكافأتهم من البيض اغرب مكافأة في التاريخ. راح الاسبان والانجليز جابوا لهم بطاطين. تخيل بقى قلبهم الكبير ما استحملوش يشوفوهم بيموتوا من البرد. بس البطاطين ما كانتش اي بطاطين، كانت البطاطين الموجوده في مصحات اوروبا كلها. المصحات دي كانت مليانه بامراض السل، الطاعون، الكوليرا. اقدر اقول لك ان دي كانت اول حرب بيولوجيه في التاريخ، لانهم طبعا اتصابوا بالكوكتيل الجميل ده، وقدروا البيض يتخلصوا من حوالي 80% من الهنود الحمر. طب وال 20% نسيبهم كده؟ لا، ده احنا نعمل مسابقه للبيض صيد رؤوس الهنود الحمر. فكانوا بيصطادوهم كده زي نقول الغزلان. ومش كده وبس، دول عملوا لهم تسعيره.
راس الهند الأحمر الراجل ب100 جنيه استرليني، والست أو الطفل ب50. نظام هتموت أنت لوحدك بما يرضي الله، ولا نقتلك إحنا بما لا يرضي الله؟ وبقى اصطياد رؤوس الهنود الحمر بالنسبة لهم كأنهم داخلين كده مشروع يتباهى كل واحد فيهم هو اصطاد قد إيه، لدرجة إن أمريكا عملت لأكتر واحد اصطاد روس هنود حمر تمثال في أمريكا. أصله ما كانش زي أي حد، ده اصطاد 40,000 هندي أحمر في شهر واحد بس. مشروع كسبان 100%. ده حقق التارجت. أصل التجارة شطارة. وكانوا بيصطادوهم في عربيات خشبية بتجرها الخيل. لكن لما لقوا الوضع كده صعب قوي بالروس دي كلها، فالحكومة قالت تيسر على المواطنين، فقالت لهم كفاية تجيبوا الفروة بس، بلاها الراس كلها. دي كانت حكاية أمريكا مع تهجير الهنود الحمر من موطنهم الأصلي. تخيل بقى كانوا هيعملوا معانا إيه. عاشت مصر وعاشت كلمتها فوق راس أي حد.